الدوبامين الرخيص. اللحظة دي أعلى نسبة دوبامين عقلك هيفرزها، بس مش وانت بتستخدم المنتج ده، وانت بتقطع الكرتونة اللي اشتريت فيها الحاجة اونلاين. بعد 10 دقايق بالظبط الشغف بيموت وبترجع تحس بالفراغ من تاني. فساعتها هتعمل ايه يا باشا؟ طب ما نعمل اللي احنا عملناه في الاول، نشتري منتج اونلاين من جديد. انت مش بتبقى محتاج المنتج، انت محتاج تحس بالمتعة، بس متعة الشراء. لان احنا بقينا جيل متبرمج ان السعادة بتساوي الشراء. بندمن عملية الشراء نفسها مش المنتج، لان المفروض الاهم من ده كله هو المنتج نفسه، انا هستفاد بيه ازاي. والحقيقة ان الاعلانات والشركات مش بتبيع لك منتج، هي بتبيع لك الشعور اللي هيجي لك من شراء المنتج ده، بتبيع لك الهوية بتاعته. بيقنعوك ان الكوتش اللي انت هتلبسه ده هيخليك كول والناس كلها هتلفت النظر ليك. بتحاول تقنعك زي ما اقنعتني كده اللي المج ده هيخليني يبان ان انا شخص مفكر واللي انا شخص رايق كده وكل حاجة، ودي حقيقة يعني. فهتلاقي ان انت صرفت فلوس مش معاك اصلا عشان تبهر ناس انت بتحبهمش اصلا. والحل يا باشا ان انت المره الجايه سيب المنتج في الكارت لمده 48 ساعه 3 ايام، لو انت افتكرته بعد كده يبقى ارجع اشتريه. قيمتك مش في الاشياء اللي بتملكها، انت اللي بتعمل قيمه للاشياء مش العكس. واكبر اثبات على كده ان في يورو 2020 كريستيانو رونالدو كان في لقاء صحفي، كان قدامه 2 كوكاكولا، طبعا كلنا عارفين القصه دي. شال الازازتين الكوكاكولا، اسهم الشركه بشكل لحظي وقعت. ليه؟ لان كريستيانو شال شركه كوكاكولا من قدامه وقال لك انا مكتفي بالميه، بس هي الميه، انا ما بشربش غير ميه. هل ده معنى كده ان شركه كوكاكولا هي شركه صغيره؟ لا، هي شركه كبيره جدا ومعروفه من زمان. هو اللي بقى حاطط القيمه لنفسه وبيعمل القيمه للاشياء. فهمت قصدي ايه؟ فيا صاحبي ما تخليش الشركات تضحك عليك، واعمل انت قيمه للحاجات اللي حواليك. اشوفك في فيديو جديد، سلام.